السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة تاني يوم العيد، كل سنة وانتم طيبين. الفيديو ده مش هيكون طويل خالص، بس هي حاجة كده في بالي حبيت أعملها أو أشاركها. اللي يعرفني ممكن عارف إن أنا من فترة حوالي 3 سنين تقريبا، 3 أو 4 سنين كنت عملت كورس كامل لنوشن. من أول حد ما يعرفش نوشن خالص، ان احنا بقى بنبدا نتعلم كل تفصيله جوه نوشن، وبعدها بنبدا نتعلم how to build different systems باستخدام نوشن، وبعدها تبدا ان انت تتعلم انظمه انتاجيه مختلفه زي البارا سيستم، وزي يعني سيستمز بتاع ديفيد الين وهكذا، الراجل الشهير بتاع البرودكتيفيتي. كل ده بتبنيه باستخدام نوشن. والكورس ده كان مكون من 12 محاضره، كل واحده فيهم حوالي ساعه، وكنت بعمله اونلاين وريكوردد برضو. بس الكلام ده كان من فترة، وعملت منه 3 راوندز كاملين، بس توقفت. ويمكن حتى بعد التوقف يمكن نوشن عمل ابديتس كتيرة وحاجات كتيرة جديدة نزلت، بس ستيل الكورس ده بيكفر حوالي 90 ل 95% من اللي انت ممكن تحتاجه عشان خاطر تستخدم نوشن فعلا. حتى كنا عاملين سيشنز فريلانس ان انت ازاي تبدا تبيع السيرفيسز بتاعتك باستخدام نوشن، ان انت تعمل نوشن سيستمز للناس وتبقى ديجيتال سيستمز بيلدر وهكذا. الكورس ده انا يعني قررت ان شاء الله ان هو هيطلع فور فري خلاص. انا مش ناوي اعمل منه راوند جديده. وفي نفس الوقت بصراحه مش عارف ليه ما حسيتش ان انا عايز ابيعه، يعني مش عارف. بس يمكن ده عشان محضر لحاجات تانية مختلفة شوية عن الموضوع بتاع نوشن. ويمكن نوشن كان في فترة معينة في حياتي هو المسيطر، وكان هو اللي واخد معظم شغلي الفريلانس وكده، ودلوقتي الوضع مختلف. ف يعني ذاتس واي الكورس هيكون فور فري عموما. سواء الراوند 1 الموجود على يوتيوب دي هتلاقوها في لينك هسيبه في الديسكربشن، سواء انت بتتفرج على يوتيوب او بتسمع من على سبوتيفاي او ابل بودكاست. في الديسكربشن بتاع الابيسود دي هتلاقي اللينك البلاي ليست بتاعت راوند 1. وكمان هسيب لينك للسوشيال ميديا تشانلز بتاعتي، بحيث ان انت لو عايز تجوين الجروب ده تبعت لي. وممكن كمان اسيب لينك الجروب نفسه لو لقيت له لينك يعني، هسيبه برده في الديسكربشن، بحيث ان انت لو عايز تجوين جاست بس ريكويست الجوين وتنور يا باشا. انا ليه بعمل كده؟ يمكن يعني في المقام الاول اتمنى ان انا اكون يعني بحتسب ده عند ربنا، ان ده علم، وانا من زكاة العلم ان احنا ننشره. يعني حتى لو نشرناه بفلوس ده ستيل بيعتبر من زكاة العلم يعني. بس يعني النية في ربنا سبحانه وتعالى ان هو يكون صدقة يعني. وبس كده، مش عايز اطول عليكم النهاردة، وان شاء الله نتقابلوا في فيديوهات جديدة، والسلام عليكم.